معاكم اللي من خلالها بنناقش كل الأشياء المهمة اللي بتدور في حياتنا والاجتماعيات في الأسرة المصرية، وأيضا من خلال رسائل بتصل للبرنامج بنحاول نجد إجابة لأي مشكلة بتواجهنا. لكن في تساؤلات كتير من الأمهات والآباء، إزاي نعود أبنائنا من الصغر على الصلاة في أوقاتها، وإزاي نعرفهم قيمة الصلاة وقيمة القرب من ربنا سبحانه وتعالى. بيسعدنا النهارده اننا نستضيف الاستاذه الدكتوره ميسون الفيومي، مدرس سلوكيات واتيكيت. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره ميسون. لو قلنا الاطفال طبعا المفروض ان احنا بنعودهم من 7 سنين على الصلاه، ولكن هل الصلاه والصيام طبعا هل لما بيشوفوا الاب والام مداومين على الصلاه والطفل لسه صغير وساعات يشاركهم هو لسه مش فاهم المعاني، هل ده مهم برضو ان احنا يبقى الاب والام قدوه بصفه مستمره؟ اكيد اكيد. اول حاجه ان الطفل بيخزن دايما المعلومه، يعني ممكن يكون غير قادر على التعبير عن الكلام لكن عنده قدره فوق الوصف ان هو يخزن اللي بيشوفه قدامه. لو هو بيشوف اهله او مامته وباباه واخواته بيصلوا، هو من نفسه يعني وانت بتصلي بتلاقيه جه وقف جنبك وبيعمل نفس حركاتك، بالرغم ان هو مش عارف انت ممكن تكوني بتقولي ايه، لكن بيحب طبعا لان عنده المحاكاه للكبير، فبيحب يقلد دايما الكبار. فاحنا دايما نقول بقى ازاي نستفيد من الحته دي، ان احنا نعودهم بقى على الصلاه وهنعودهم على الصوم. لما نيجي نتكلم بالنسبه للصلاه، هو لازم يفهم ان في البدايه من هو طفل صغير لو هو بيشوفني انا بصلي خلاص هو بيصلي معايا. مش بس انها صلاه، انا مش عايزه، انا عايزه افهمه اني انا بعمل حاجه لاني انا هاخد عليها ثواب. فدايما يكون في ارتباط ان انا لما بعملها فانا عشان مستنيه ان انا ان شاء الله ادخل الجنه. لكن من امتى الطفل يبتدي يستوعب المعاني الايمانيه اللي هتفهميها له مع الصلاه؟ من اول 5 سنين. من اول 5 سنين صلاه وصوم. يعني بالنسبه للطفل الصغير طبعا 5 سنين وهيصوم. انا بنتي اوقات ويفطر بقيه اليوم. لا 5 سنين وهي دلوقتي عندها 9 سنين 4 سنين لكن مش بتيجي بالتدريج. بناخدها بقى بالتدريج، بس ناخدها بقى ازاي بالتدريج. في ناس تقول لك ايه، انا احب ابني يعني يصحى من النوم يصوم شويه ولما الظهر يدن يفطر. لا انا اقول لها لا اعكسي، خليه يفطر وياكل وكله تمام وبعدين امنعي عنه، قولي له فهميه بقى ان في صيام، عشان انا عايزاه يبقى في مشاركه على مائده الطعام. ما يبقاش احنا كعيله قاعدين والطفل قاعد بيلعب او انه مش باكل فمش مهم المشاركه. لان انا عايزه افهمه مش العمليه مش صيام بس، هي صيام وصله ارحام وفي ترابط اسري. فاحنا لما نقعد كلنا مع بعض على مائده واحده دي حاجه كويسه جدا كجو اسري كويس. وفي نفس الوقت انا عايزه افهمه ان لازم يكون عندك عادات زينا، احنا صايمين انت صايم، احنا لسه هنفطر فانت لسه كمان زينا هتفطر. بالك قد ايه فاطر. لو كان سنه صغير ممكن ناخده من العصر للمغرب، نبتدي بعد كده لما يكبر شويه ناخده بقى من الظهر لحد ايه، لحد المغرب. اللي بيفضل بقى بعد كده يبدا اليوم كله صيام. يبقى بقى هو وقدرته. في اطفال بتبدا من 5 سنين، وفي اطفال بتبدا من 7 سنين، وفي اطفال بتبدا 8 9 سنين. لكن هو اللي بيدي كده تشجيع من الاسره. طب تعالي نشوف، احنا نزلنا صورنا بكاميرا طعم البيوت تقرير عن نفس الموضوع وتعويد ابنائنا من الصغر على الصيام والصلاه. بنشوف كده هذا التقرير وبنرجع مره ثانيه. رمضان السنة دي عدد ساعات صيامه طويلة، يا ترى الأطفال بتستحمل الصيام طول اليوم؟ أنا اسمي روضة، عندي 12 سنة، بصوم من وأنا عندي 5 سنين وبصوم اليوم كله. الصيام السنة دي صعب بس عشان متعودة فمش صعب بالنسبة لي. أنا اسمي محمد وعندي 12 سنة وبصوم لغاية المغرب. أنا اسمي أحمد بصوم وأنا عندي 6 سنين، والصيام السنة صعبة أوي بس أنا برضه بنقدر نقاوم على قد ما بنقاوم. عندي 10 سنين، سنة 4 ابتدائي، داخل سنة 5 إن شاء الله ونصوم. وأنا شفتهم كلهم يصوموا فقلت أصوم، وقالوا لي بقى حكوا لي إزاي أصوم وكل الكلام. أنا عندي 12 سنة، أنا ساعات بصوم وساعات لأ.
يعني من 5 أو 6 سنين بنبدأ نعود أبنائنا على الصيام، مرة في مرة بيصوموا اليوم كله. لكن إزاي تفهميهم المعاني العظيمة من وراء الصيام؟ ما انا بقى ابتدي بقى اجي اتكلم معاه بيبقى على قد سنه، ان انا دايما عايزه اربط الصلاه والصيام بالثواب والعقاب. ان الحياه لما بتدي فيها حاجات ايجابيه لازم هتحصل على حاجات ايجابيه، لما بتدي فيها سلبيات لازم هتحصل على سلبيات. فانا دايما اربط معاه كل اركان الاسلام بالثواب والعقاب. اول حاجه لازم افهمه ان هو ركن اساسي من اركان الاسلام، لان بني الاسلام على 5 زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيل. يبقى أنا هنا برضه بعوده إن الصوم ده ركن، عشان أنت تبقى مسلم مش مؤمن، مسلم بس لازم تعمل ال5 أركان دول. لأن بعد كده أنت بمجرد ما أنت ابتديت تعملهم هتتنقل بقى الدرجه اللي هي من درجه الاسلام لدرجه الايمان، وهي مرتبه ايه اعلى. ان ايه اللي تعمله بعد كده في حياتك بقى في الحياه اليوميه، ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. بس عشان ما نخرجش عن موضوعنا هنتكلم في الصوم والصلاه. اول حاجه لازم افهمه ان الصوم في ليه اركان مهمه جدا. اهم اركان الصوم ركنين: الامساك عن الحلال، انك انت مش بتمسكي عن محرم. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدينا الاكل تماما والشرب، فانت ده حلال، لكن ربنا بيقول لك امسك عن الحلال ما تاكلوش. ليه؟ لان لازم يبقى في عندك مشاركه، وده هدف الصيام، انك تحس بالناس اللي ما عندهاش اكل، انك تحس ازاي بالناس دي. انت ممكن تروح بيتك تاكل، في ناس ممكن تروح بيتها ما تلاقيش اكل تاكل. هو ده الهدف الاساسي للصيام. خلاص. الركن الثاني من اركان الصوم النيه، ان انا عايز اربط معاه ان انت لازم تنوي قبل ما تنام ان انا ان شاء الله بكره صايم لرب العالمين. ليه بقى؟ لان برضو النيه ده اهم احاديث في الاحاديث النوويه. اول حديث فيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى انا لازم اربط عبادتك بالنيه، مرتبطه بنواياك. انت عايز تصوم ليه؟ عشان تقول قدام صحابك انك صايم، ولا انت عايز تصوم عشان انت بتعملها عباده؟ طبعا في الاول انا ما اقدرش اطلب من الطفل الصغير ان هي عباده، لكن انا عايزاها عاده الى حد ما يكبر شويه بشويه، فانا احول العاده دي الى عباده. ده مهم جدا. لكن انا ما اقدرش هو طفل صغير اديها له على طول انها ايه عباده، بس لازم افهمه انها مرتبطه بالنيه. لازم افهمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان من صام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ايه من ذنبه. يبقى العمليه مرتبطه بايه؟ ان في ثواب انت هتاخده في اي ذنب صغير ان شاء الله انت هتعمله، بما انك بتصوم فربنا ان شاء الله هيغفره لك. فيبقى انا هنا بديله ايه تربيه، ان في حاجه اسمها ثواب وفي حاجه اسمها عقاب. ده حتى بقى نقيسه بقى في اي حاجه احنا بنعملها في حياتنا مع الاطفال. لان احنا عندنا في طفل يتقبل مني الدرجه دي يعني الكلام، وفي طفل ما يتقبلش مني كده. يعني الاطفال وهم صغيرين انا دايما اقول ما نستهونش بالطفل. الطفل اذكى مننا بكتير، خصوصا في ال6 سنوات الاولى بتتكون شخصيته. علماء النفس بالظبط، علماء النفس اجمعوا ان ال5 سنين الاولى هي اهم 5 سنين في حياه الانسان، لدرجه ما بيكتسبوا من اتجاهات وقيم وعادات وتقاليد بتفضل معاه لحد الممات. التعلم في الصغر كنقش على الحجر. فلما تكون متعلمه على حاجات من وانا صغيره، انا مش هدفي ان انت تمتنع عن الطعام، مش قضيه، ما انت ممكن تروح تلعب. طب الطفل اللي ما بيتجاوبش زي ما قلتي حضرتك بقى، نبدا في معاه. طفل فعلا كل المعاني اللي عايزه توصليها له بداتي مره في مره حب الصلاه وحب الصيام وعرف معانيه، وابتدى يحس كده ان في اشياء عظيمه في الحياه هيتعود عليها مدى الحياه، وهتبعده عن الشر وتقربه دايما من الخير، مع القيم والاخلاقيات طبعا اللي بيقدمها الام والاب للابناء. حقيقه. طيب الطفل اللي ما بيستجيبش او في صعوبه في التعامل معاه بيحتاج ايه من الام والاب؟ لا هو في بصي دي مرتبطه بنمط الشخصيه نفسه. لان انا عندي كعلم نفس عندي 3 انماط لشخصيه اي انسان. في عندي نمط بصري وعندي نمط سمعي وعندي نمط حسي. فانا لازم اعرف ابني من اي نوع فيهم او بنتي من اي نوع فيهم. لان البصري دايما بيكون تفكيره مرتبط بالحاجه اللي بيشوفها قدام عينه. بيكون عنده سرعه كلام عاليه قوي، انه ممكن يتكلم في الدقيقه من 120 ل 200 كلمه في الدقيقه الواحده. تلاقيه حركه قوي، اكتف قوي، بيتحرك. حتى هو بيتكلم تلاقي نفسه كده، نفسه عالي، نبره صوته عاليه. دايما هو بيتكلم صحيح. تلاقي ايديه بتترفع كده لفوق، نظرات عينيه في كل اتجاه. ده نمط بصري، وعاده دايما بيبقى الولاد نمطهم البصري اكتر من البنات. في بقى النمط السمعي بيبقى اهدى شويه من النمط البصري، يتكلم
برضو من 120 من 120 ل 160 بس كلمه في الدقيقه. لكن البصري ده يعني يبص قدرة يعني على التلقي اسهل برضه. لا، يتخذ قراره باللي بيشوفه. لكن السمع يتخذ قراره باللي بيسمعه. الحسي بياخد قرار باللي بيحسه. وايهم افضل؟ مفيش عندي نمط افضل من الثاني، ده نمط شخصي. فانا لازم ابقى عارفه ابني او بنتي اي نمط، لان لو كانت من النمط، البنات دايما نمطها اكتر بتميل، في بنات كتير قوي عندها العاطفه بتبقى عاليه، فدي ما اقدرش اقول لها لازم اتعامل معاها بالمشاعر. بصي يا حبيبه قلبي، شايفه، بصي الناس الغلابه ما معهمش كذا، العب على الوتر العاطفي، الاحساس بالفقير، الاحساس بقى بالظبط. لكن لما اجي بقى بالنسبه للبصري لازم يشوف، ما ينفعش ان انا اقول له في كذا وفي كذا، لازم يعيش الموقف، يعني لازم توري له قدام عينه ان في كذا في كذا في كذا، فهو لما يشوف المشاهد دي يرتبط بذاكرته فيتفاعل معها، يقدر ياخد قرار على حسب ما هو شايف. السمع يكفيه بالسمع، ان انا اقول له في كذا في كذا في كذا في كذا، هو عنده قدره عاليه على التخيل. ازاي تفرقي بين الثلاث انواع؟ يعني ازاي تحددي النوع اللي فيه ابنك او بنتك؟ ما هو انا قلت تقولي ده سمعي ولا بصري برضه؟ يعني بتتكلمي باسلوب علم نفس اكتر. أيوة. عايز قدرات خاصه. لا خالص. لكن الام البسيطه احنا نكتشف ازاي شخصيه ابنائنا. طب هنرجع تاني نتكلم عن النمط البصري. النمط البصري اللي بتلاقيه بيتكلم بسرعه، كلام بسرعه قوي، حركته كتيره، بيتحرك كتير جدا. خلاص، تلاقي عينيه بتبص في كل حاجه. بس ده عايز يعني تقصدي صبر في التعامل اكتر جداً ولا ايه؟ جدا عايز صبر في التعامل، لان هو حركته كتيره قوي. تلاقيه بيبص كده، بيبص، ما فيش حاجه ما يبصش عليها. يقدر يتداعي، عنده تداعي الافكار عالي قوي. يعني مثلا ممكن تقولي تخيل كذا، انك نعمل كذا، تلاقيه ايه اول ما يبص على الحاجه يقول لك نعمل كذا، لازم يبص. لان ده نمط بصري. خلاص، قراراته دايما مبنيه على اللي بيشوفه، ما يقدرش ياخد اي قرار الا باللي تاخديه من ايده، توريه تجارب على بقى، تعالى بص كذا، تفاعل. لكن بالكلام بس بالكلام لا. ممكن يسمعك لو حاسس ان الكلام مهم. لكن لو هو حاسس ان الكلام مش مهم هو مش هيسمع. على عكس بقى السمعي، اساس عنده السمع، ده برضه حركته اقل، واخده بالك، لحد ما راسي التعامل معاه اسهل لانه هتكلميه بهدوء كده هيفهم. وبعدين مستمع جيد جدا، بيحب يسمع عشان يفهم انت بتقولي ايه. عدد كلمات اللي بيقولها بتبقى اقل، التنفس بتاعه متوسط، عنده قدره على تلقي الحوار كمان من الاخرين، واداره حوار. على عكس بقى النمط الحسي، تلاقيه خجول، عينيه وانت بتكلميه بتبص على طول لتحت، حركات ايده دايما تلاقيها على تحت. ده النمط الثالث، ده النمط الحسي. متفاعل جدا مع الاخرين، ما بيفصلش نفسه عنهم. ده اللي قلتي عليه عاطفي. الحسي ده عاطفي جدا. يعني لو في مشكله مع حد ممكن يقعد يعيط جنبها، مش قوي يعني، بس يعني بتبقى درجات. بس يتفاعل، ده برضه عشان مشاعر جياشه يعني. طب ما انت هتتعاملي معاه ازاي؟ او انا اجي بقول له كده ان في كذا غلابه محتاجين كذا كذا، ايه رايك نعمل لهم كده؟ هتلاقي تقول لك لا نعمل كذا كذا كذا. هتلاقي انت بتولدي يعني ما ينفعش يبقى نمط حسي وانا بتعامل معاه لانه بصري. لا، انت بتحركي المشاعر جواه اكتر واكتر، بتستغلي المشاعر العاليه اللي عنده. دي حقيقه. فاحنا بنميز ابننا او بنتنا اي نمط من النمط ده، لان النمط ده مهم قوي عشان اعرف اتعامل معاه، حتى مش بس كصلاه كصوم كاي حاجه. كمان انا عايزه اقول ان احنا لما بنتولد، جون لوك فيلسوف قال لك ان الانسان بيولد وعقله صفحه بيضاء، تبتدي البيئه تدون عليها زي الدفتر، تبتدي تكتب. فالانسان ابن بيئته، فالبيئه اللي انا بعيش فيها مع والدتي ووالدي هي اساس اللي انا بستمد منه قيمي واتجاهاتي واخلاقي. فالبخل مش وراثه، الكرم مش وراثه، الحاجات دي اللي انا عايزه اتكلم فيها، ان انا ممكن ازرع في ابني الكرم. بمعنى ايه؟ انا عملت حاجه، اخد طبق واديه لجيراننا، هعمل كذا خد وديه لصاحبك. طب بقول لك ايه، انا هعمل النهارده فطار، خد كده وديه مثلا الناس اللي في المسجد. لو انا ابتديت اشتغل على الجزئيه دي حبه في حبه حبه في حبه، هو هيطلع عنده حب انه يعمل خير ويطلع كريم. اصل في بعض الامهات يقول لك ايه، اصل انا ابني بيخاف على حاجته قوي وبخيل، او بخيله زي لازم زي بابا. يعني دي عاده، البخل حاجه مكتسبه وليست موروثه. اي صفه ما عدا الجينات الوراثيه في الشكل واللون وبتاع، مالناش دخل، ما بنتدخلش فيها. يعني فعلا معظم الصفات مكتسبه من البيئه. يعني انا لو شفت بس ساعات بتيجي تعدلي يعني صفه معينه في الابناء، بيبقى صعب جدا انك تعدلي. اي عاده، علماء العلم النفس اجمعوا ان اي عاده في اي انسان حتى لو انا كبيره في السن عايزه اغيرها، معايا 28 يوم لتغييرها. ابتدي بالتدريج لحد ما انتهي منها تماما، بتاخد معايا 28 يوم. لو انا عندي الرغبه ان انا اغير، ان انا بعمل في الاول تهيئه نفسيه ان في عاده سلبيه عندي. هفترض مثلا اقول لك والله اصل انا عصبيه. طب انا طول ما انا بقول لنفسي انا عصبيه انا عصبيه، وده على فكره لما بقوله لابني اصل انت وحش،
اصل انت وحش. مره مع مره بيبتدي عقله يلعب على ان انا فعلا وحش، ما انا مهما اعمل حلو ما بيعجبكيش، طب انا هعمل بقى الوحش عشان يبدا بقى سلوك يبقى عدائي. بعدين تبتدي الام تشتكي، طب ما انا اللي غرست فيه حته ان هو وحش، انا اللي غرست فيه حته ان هو عصبي، ان هو زنان، ان هو انا اللي بغرس ده فيه. ليه؟ لان انا طول ما انا بقول له انت كذا انت كذا، انا بديله طاقه سلبيه من غير ما انا اشعر. بس برضه هتيجي الامهات يقولوا لك طب ما احنا بنقول له انت وحش وقت ما بيعمل تصرف مش كويس، لا لكن في اوقات تانية بتقولي لا انت كويس وما شاء الله انت شاطر انت بتتقدم. يبقى ده التوازن. لكن ما يبقاش مثلا دايما باستمرار الشكوى من الاولاد. لان انا اكيد لو قعدتي مع الاطفال دول واتكلمتي معاهم، ده هو ممكن يطلع في مامته وباباه ان هم مش حاسس بيهم وان هم مش موجودين ومحدش بيسمعني. انا بقى عايز حد يكلمني، لان احنا فعلا مفتقدين الحوار مع الاسره. صحيح. مع اطفالنا احنا محتاجين نتكلم معهم، لان هم عقلياتهم وخصوصا الجيل ده عندهم قدرات غيرنا، يعني ما شاء الله عليهم قدراتهم عاليه قوي. وما نتعاملش ابدا، يعني دايما بلفت نظر الاهالي اوعى نتعامل مع ابننا انه صغير خالص، بل على العكس انا لو دعمت فيه من هو صغير، انت راجل البيت، باباك دلوقتي في الشغل، انت المسؤول، لو باب خبط انت تفتح، ما تخليش اختك تفتح او مامتك تفتح، لو حصل كذا اعمل كذا، فانا من هنا ببتدي ادعمه وابتدي ادعم عنده احساس الرجوله والاحساس بالمسؤوليه. بالظبط، بالمسؤوليه. اجي بقى للبنت، انت حبيبتي بدل ماما، لو انا مش موجوده خلي بالك من اخواتك حتى لو انت صغيره، انت بنت هم اولاد. انا عايزاكي برضو، للاسف وقتنا بالنسبه للفقره انتهى، لكن عندنا برضو بنات الحقيقه متميزات جدا، مثل اعلى، صوره مشرفه وجميله جدا. هنستضيفهم بعد شويه، هم متفوقات في الثانويه العامه وحاصلات على 100%، ولكل مجتهد عظيم. سبحان الله. اخر سؤال ليكي عشان نربطه باللي جاي، معلش، هل النجاح ده حظ ولا شطاره؟ لا طبعا، لا، تخطيط وبحدد هدفي وبمشي عليه ومساعده الاسره. يعني من غير الاسره ما فيش حد، يعني هتساليهم اكيد هتلاقي كل واحده فيهم. بشكر حضرتك جدا، ميرسي يا قلبي، وشكرا على الكلام الطيب اللي قلتيه عن قيمه تعويد ابنائنا من الصغر على الصيام وعلى الصلاه وعلى كل المعاني الطيبه في حياتهم اللي تدوم مدى الحياه. متشكره قوي، شكرا لحضرتك، وان شاء الله لنا لقاء الاسبوع القادم. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد قليل، بنلتقي مع اوائل الثانويه العامه 100% مجموع.